السلام عليكم ورحمة الله. قصتنا عن الشقاء والقرآن الكريم. بداية صلي على الحبيب قلبك طيب، اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد. يقول الله عز وجل للنبي محمد: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. القرآن الكريم لم ينزل بالشقاء أبدا، وإنما أجاء بالفرح والسرور والبهجة لنبينا محمد. وكذلك أنت يا أخي أجاء لك القرآن بالفرح والبهجة لقلبك. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. إذا ذكرت الله في كتابه بالقراءة والتلاوة، الله عز وجل يسمعك ما تقول ويسمعك في قراءة القرآن وتلاوته. لماذا يا أخي تترك القرآن ولا تقرأه؟ أقسم بالله أني أعرف ناس لا يمسكون كتاب الله قط، ربما لسنوات، ربما لأعوام لا يمسكون القرآن ولا يقرؤونه. لماذا أخي لا تقرأ القرآن؟ ما الذي بينك وبين الله حتى لا تقرأ كتابه؟ كتاب الله يجعلك سعيدا مبتهجا، نور في قلبك، نور في وجهك بين الناس. الله عز وجل أنزل لنا القرآن هذا لذكره ولنتمعن ولنعرف ماذا يقول لنا وماذا يشرح لنا عن حياتنا القادمة والسابقة. لماذا لا تقرأ القرآن؟ ما الذي بينك وبين الله حتى لا تقرأ القرآن؟ والله وأقسم بالله أني أعرف أشخاص لأيام ولأشهر ولسنوات لا يقرؤون القرآن ولا يمسكون كتاب الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. أخي أنصحك نصيحة لوجه الله أن تقرأ القرآن وأن ترجع إلى الله وأن تتوب. اللهم اجعل هذا القرآن ربيع قلوبنا وجلاء همنا وتفريجا لغمنا وتيسيرا لكل ما تعسر يا أرحم الراحمين. ذكر بها من تحب لعلها تكون في ميزان حسناتك.